دقلة محشية بريستيج، سميتها دقلة بروكار. وصفة سهلة بسيطة، رايحة تخدميها بطريقة راقية، راح تحمر لك وجهك في حفلاتك، أعراسك ومناسباتك. وقبل ما نبداوها راح نصلي ونسلموا على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوفوا مع بعضنا طريقة التحضير والمقادير. اول شيء رايحه نحضر العقده تاع اللوز اللي رايحه نحشي بها الدقله تاعي. عندي كاس تاع لوز بودره مع نص كاس سكر رطب، وكنت وجدت شحور واش درت فيه، درت كاس تاع الماء مع كاس تاع السكر وملعقه صغيره جلوكوز. حطيتهم فوق النار غلاو مده 10 دقائق، طفيت عليهم، النار تكون متوسطه، طفيت عليهم وخليتهم بردوا. بعد ما بردوا راح نجمع بهم الخليط تاعي ولا العقده تاعي تاع اللوز. خلط السكر طب مع اللوز بودر، وبديت نجمع الخليط تاعي بهذه العقده. بالنسبه للكميه هذه تاع كاس راح تكون الوزن تاعها حوالي 110 غرام. دير لكم تقريبا 20 حبه، يعني باش ديروا حسابكم. انا بالوزن اللي درت ولا حشيت به الدقله تاعي درت لي حوالي 20 حبه. نجمع الخليط تاعي بهذا السيرو، كما راكم تشوفوا القوام تاعو يجي ثقيل نوعا ما، والجلوكوز نستعملوه باش يخلي لنا مده صلاحيه تاع الحشو تاعنا تكون طويله. بعد ما تحصلت على هذه العجينه رايحه نحطها في بلاستيك غذائي ولا بابي سيلوفان ونخليها ترتاح على الاقل 4 ساعات. بعد ما ارتاحت العجينه تاعي كما راكم تشوفوا، جبت الميزان، كنت وجدت الدقله تاعي، مسحتها ونحيت منها العظام. رايحه نوزن الحشو 10 غرام في كل حبه. هي الحلوجيات يعني اون جينيرال واصحاب الورشات يخدموا ب 14 15 حتى 16 غرام، لكن تجي الحبه بزاف كبيره. 10 غرام الحشو راح يكون يعني في المعقول. نوزن الحشو تاعي 10 غرام، وراح نحشي به الدقله بالطريقه هذه، يعني الطريقه اللي معتمدينها دائما. في هذا الوقت رايحين نوجدوا العجينه اللي رايحين نديكوري بها الحلوى تاعنا. بالنسبه للعجينه هذه هي عجينه الشوكولا الإلاستيكية. عندي لهنا 83 غرام شوكولا بيضاء، كنت ذوبتها في حمام مائي، ضفت لها 41 غرام جلوكوز. رايحة نخلطها مع بعضها. رايحة نشوف انه الشوكولا تاعي رجعت عجينة كما راكم تشوفوا لهنا. بعد ما رجعت الشوكولا تاعي للميكرووند باش يذوب هذاك الجلوكوز، راح نبقى نخلط بالمغرفه بهذه الطريقه حتى نتحصل على عجينه. ما تخافوش، هذه العجينه هي اللي رايحين نحتاجوها باش نكملوا نحضروا العجينه ولا لاباط اللي رايحين نغطيو ولا نزينوا بها الدقله تاعنا. بعد هذا جبت 124 غرام تاع عجينه سكر بلو بيت. لازم البلو بيت هي اللي تخرج بها هذا العجينه مليحه، عجينه الشوكولا المطاطيه. نخلط العجينه الاولى اللي خدمناها بالشوكولا والجلوكوز مع عجينه السكر، ونبقى ندلك فيها وندخل فيها بهذه الطريقه حتى يندمجوا العجينتين مع بعضهم. بالنسبه لهنا العجينه الاولى اللي كنا حضرناها بالشوكولا والجلوكوز تولي دافيه برك، راح تخلطوها بعجينه السكر. انا راح نمد لكم مقادير في صندوق الوصف، المقادير اللي قدرتهم انا. راح نعطيكم مقادير بكميه كبيره، انا قسمت الكميه تاعي على 3. بعد هذا حطيت العجينه تاعي ارتاحت في بلاستيك غذائي، وجبتها عاودت خدمتها برك بيدي، دلكتها بيدي حتى انطلقت كيما نخدموا عجينه السكر عادي. جبت العجينه تاعي حطيتها في بلاستيك غذائي كما راكم تشوفوا لهنا، حللتها بسمك يكون حوالي 3 ملم، وجبت الورق الذهبي وحطيته هكذا، غطيت به هذيك العجينه، عجينه الشوكولا المطاطيه. بالنسبه لهذه العجينه تقدروا تلونوها باللون اللي حبيتوا، يعني تستعملوها بيضاء ولا تلونوها كيما نستعملوا عجينه السكر العاديه. بعد ما حليت العجينه تاعي بسمك رقيق حوالي 1 ملم، جبت امبورت بيس، قطعت دائره. هذا الامبورت بيس القطر تاعو 5 سنتيمتر. بعد هذا جبت الدقله وجبت الشحور اللي كنت خدمته اللي لميت به العقده تاع اللوز. دهنت حبه الدقله بهذه الطريقه، ورايحه نغطيها بالعجينه، عجينه الشوكولا المطاطيه كما راكم تشوفوا لهنا.
هذا هو الشكل تاعها. تقدروا تغطيو الحبه كامل، يعني دو بريفيرونس تغطيوها بهذه الطريقه رايحين كيما نقولوا تقتصدوا في العجينه تاعكم، وفي نفس الوقت ما تكونش الحبه مغطيه كامل بالعجينه. وتقدروا تدهنوا لو سيركل هذاك بالسيرو وتغطيو به، يعني تقدروا تيفيتيو ما تدهنوش الحبه تاع الدقله، تدهنوا لو سيركل من تحت. نخدموا الكميه تاعنا كامل بهذه الطريقه ورايحين نشوفوها مع بعضنا في مائده التقديم. وهنا البنات كما راكم تشوفوا دقله محشيه بريستيج، دقله بروكار راهي واجده في مائده التقديم. هذا هو الشكل تاعها النهائي. دقله تجي بزاف باهيه، شكلها بزاف رقيق، سهله التحضير وتجي بنينه. العجينه هذيك عجينه شوكولا مطاطيه تجي بزاف طريه. بالنسبه للكميه اللي كنت خدمتها تخدم لكم حوالي 30 حبه، دير لكم 30 حبه نورمالمون تكملها لكم، يعني تغطي لكم 30 حبه. كانت هذه هي الوصفه تاعي لنهار اليوم البنات، نتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم. جربوها وتخلوا لي ارائكم واقتراحاتكم اسفل الفيديو. ما تنسونيش بالجيم والتعليق فضلا وليس امرا. راح نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جدد ووصفات جديده وتدابير جديده. معايا انا الهام. سلام البنات.